الاهلي بيفاوض او بيفكر في مروان محسن مهاجم بتروجيت، ووكيل اللاعب نبيل ابو زيد بيقول ان هيكون في جلسه قريبه ما بين كابتن علاء عبد الصادق ومروان محسن مهاجم بتروجيت. امير عبد الحميد حارس مرمى نادي سموحه بيقول ان هو تلقى عرض من النادي الاهلي ان هو ينضم للنادي الاهلي في الموسم القادم. امير عبد الحميد. الاهلي بيقول لسنا طرف في ازمه اسلام رشدي مع نادي المنيا، وبيقول ان هو من حق اي نادي ان هو يدفع الشرط الجزائي بعد نهايه الموسم، ولكن برضه من خلال التوضيح اللي حصل امبارح من محمد شيحه وكيل اللاعبين ان نادي المنيا هو اللي بيملك اللاعب، وبرضه من حق المنيا ان هي تبيعه قبل نهايه عقده، وعقده هيخلص بعد 3 سنين، فالمنيا باعته لنادي الزمالك مقابل 1,000,000 جنيه.